السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق وبنكمل محتوى الويب دبلومة. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على إزاي تقدر تعرض فيديو في الموقع بتاعك. لو لسه ما شفتش السيشن دي بسرعة روح اتفرج على الفيديو بتاعها علشان تقدر تكمل معانا فيديو السيشن النهاردة اللي بيتكلم على إزاي إنك تقدر تعرض صوت في الموقع بتاعك. بتعرض صوت بقى لأسباب كتير، عايز تشغل ميوزك في الموقع بتاعك، انت موقع اصلا بيعرض ميوزك اغاني قرآن ايا كان، يعني في ملف صوتي انت بتعرضه من خلال الويب سايت بتاعك. النهاردة عايزين نتعلم ازاي نقدر نعرض ملف صوتي على الويب سايت او الموقع بتاعنا. يبقى النهاردة عايزين نتعلم ازاي نقدر نعرض ملف اوديو على الويب سايت. الموضوع في غاية السهولة، زيه زي التاج اللي اتكلمنا عليه السيشن اللي فاتت، علشان كده نبهت اول المحاضرة انك لو لسه ما شفتش السيشن الخاصة بازاي تعرض فيديو في الموقع روح بسرعة اتفرج على السيشن دي. كنا المرة اللي فاتت قلنا علشان تعرض فيديو في الموقع بتاعك بستخدم تاج اسمه فيديو. النهاردة الموضوع سهل قوي، بدل تاج فيديو هستخدم تاج اسمه اوديو. عايز اعرض ملف صوتي وسلاش اوديو. طبعا برضو نفس الكلام، لو حضرتك عايز انك تعرض ملف الصوت بتاعك فلازم تقول مسار ملف الصوت ده فين، وبالتالي يبقى حضرتك برضو نفس الكلام هتروح تقول كده source، والسورس ده مقسوم لحاجتين. نفس الكلام SRC اللي هو مسار ملف الصوت، وتايب اللي هو نوع ملف الصوت. المرة اللي فاتت كنا بنقول ان نوع ملف الصوت هتبقى كلمة ثابتة في الاول اللي هي فيديو سلاش بعد كده امتداد ملف الصوت. هنا نفس الكلام كلمة ثابتة بدل فيديو، تمام كده هتبقى اوديو سلاش وامتداد ملف الصوت. يفضل ان يكون امتداد ملف الصوت بتاعي MP3 علشان يبقى كل البراوزرز او كل المتصفحات متعرفة عليه، علشان في انواع من البراوزرز ما بتتعرفش على باقي الانواع الخاصة بملفات الصوت. ايه اصلا الاكستنشن او الامتدادات المسموح بيها؟ الام بي 3 وبرضو الاو جي جي وملفات الويف. دول الثلاثة اكستنشن اللي متعارف عليهم في الويب سايت. ولكن البراوزرز مش كل البراوزرز بتقرا الامتدادين دول، ولكن كلهم بيقروا الام بي 3. فيستحسن انك لما تيجي تعرض ملف صوت في الموقع بتاعك يستحسن ان يكون الملف ده ام بي 3. وبالتالي لو انا مثلا عايز اعرض ملف صوت فجيت هنا على ال HTML فايل بتاعي وقلت له كده خلينا الاول افصل بي ار، ورحت رايح قايل له كده اوديو، ورحت رايح قايل له كده source SRC يساوي، وهنا رحت قايل له type يساوي. وطبعا قلنا ان ال SRC دي هحط فيها مسار، وتايب هكتب فيها كلمة ثابتة اللي هي audio سلاش امتداد الملف. انا عندي هنا في فولدر اسمه sounds وحطيت فيه ملف صوتي اسمه 1.mp3. وبالتالي يبقى انا لو عايز اكتب المسار، احنا طبعا اتعلمنا حتة المسارات دي في الاساسيات بتاعة ال HTML، ان انا دلوقتي بكتب في فايل الاندكس عايز اوصل للفايل اللي اسمه 1.mp3 يبقى لازم اخش الاول الفولدر اللي اسمه sounds، وبالتالي يبقى انا لازم اجي اقول له هنا كده sounds slash 1.mp3 اللي هو الملف بتاعي الملف الصوتي 1.mp3. طبعا بما ان الامتداد بتاعه MP3 يبقى الاوديو بتاعي برضو نفس الكلام audio slash MP3. وزي ما اتعلمنا في الفيديو المرة اللي فاتت ان لازم يبقى فيه برنامج بيشغل الفيديو ده، لازم يبقى فيه كنترولر او لوحة تحكم بتشغل الفيديو ده. نفس القصة بالظبط ملف الاوديو، برضو نفس الكلام اقدر اتحكم في ملف الاوديو عن طريق controls. اقول له كده controls يساوي controls. على فكرة ممكن نقول كنترولز ونسكت من غير يساوي كنترولز، ولكن خلينا ماشيين على الشكل الطبيعي للاتريبيوت بتاع ال HTML. يعني في ال HTML عموما برضو ملحوظة ليك ان انت لو عندك دايما
اسم الاتريبيوت القيمة بتاعته بتساوي الفاليو، زي controls يساوي controls. ممكن ما تكتبش دي خالص، ممكن تكتب كده controls بس وهتشتغل. زي مثلا كنا بنقول checked equal checked، selected equal selected. الحاجات اللي هي الفاليو بيساوي اسم الاتريبيوت مش شرط انك تكتب الفاليو، ممكن تكتب اسم الاتريبيوت وخلاص. ولكن بما ان احنا دايما اتعودنا من اول الكورس ان احنا كنترولز او ايا كان يعني بنكتب اسم الاتريبيوت والفاليو بتاعته، فخلينا ماشيين بنفس التكنيك بتاعنا عشان الناس برضو ما تتلخبطش. يبقى كنترولز يساوي كنترولز واروح اعمل سيف. ارجع للبراوزر بتاعي واعمل ريفرش، انزل تحت كده زي ما انتم شايفين ادي ملف الصوت بتاعي. طبعا اعمل كده الستارت، الملف بتاعي كده اشتغل. طبعا تقدر تقدم وتأخر براحتك، تقدر تعلي الصوت وتوطيه براحتك، تقدر انك تعمل اي حاجة في ملف الصوت بتاعك. يبقى انا كده اقدر اشغل ملف الصوت عن طريق اوديو، واحط في السورس src مسار ملف الصوت، وفي التايب اوديو سلاش امتداد ملف الصوت. وبرضو نفس الكلام لو البراوزر مش بيدعم الملف الصوتي ده، فانا ممكن اكتب له رسالة اروح قايل له كده your browser does not support HTML5، لان برضو اوديو من التاجز الخاصه بال HTML5. فلو البراوزر بتاعك مش بيدعم HTML5، مش بيدعم الملفات الصوتيه اللي بيشغلها HTML5 عن طريق تاج اللي اسمه اوديو، فهو لو مش بيدعم اوديو ده فانا هظهر له الرساله your browser does not support HTML5. يبقى احنا كده النهارده قدرنا نتعلم ازاي نقدر نعرض ملف صوت في الموقع بتاعنا زي ما قلنا عن طريق التاج اللي اسمه اوديو. بكده نكون انتهينا النهاردة من سيشن سهلة وبسيطة، أتمنى تكون كل الناس استوعبتها. لو في حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في إنك تكتب الاستفسار بتاعك في الكومنت، وأنا دايما موجود علشان أجاوب على كل أسئلتكم. ما تنسوش تدعموا القناة بلايك وشير وسبسكرايب عشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين اللي حابين إن هم يستفادوا بالويب دبلومة. كنت أنا معاكم أمير فاروق من محتوى الويب دبلومة. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.